سؤال واحد بس وعايزك تجاوبني بكل صراحة. مستواك فين في الانجليزي دلوقتي؟ او مستواك ايه في اللغة اللي حضرتك بقالك سنين بتتعلمها؟ لو جابتك كانت متوسط او مش عارف، ده معناه حاجة واحدة بس، ان حضرتك في مكان خطر شوية. وما اقصدش خطر بالمعنى السلبي، اللي اقصده هنا انك في نقطة لو ما اتحركتش منها صح للاسف هتقعد فيها سنين كمان. انا كل يوم بشوف اللي انا بكلمك فيه ده، ناس شغالة على الانجليش بقالها 5 سنين، وناس شغالة على الانجليش بقالها 10 سنين، وناس بتتعلم انجليش بقالها 20 سنة. 20 سنة منهم ناس اقسم بربي موجودين جوه امريكا نفسها ولسه مش عارفين يتكلموا انجليش. في الفيديو ده هقول لك انت فين بالظبط، وتعرف انت مكانك فين في الانجليش واحتياجاتك ايه، ومش بس كده محتاج تعمل ايه لو انت انهي مستوى فيهم. وهديك اختبار صغنن كده تعرف منه انت مستواك ايه بالظبط. والمفاجأة ان كل ده عمله لحضرتك مجانا. كل اللي هطلبه منك حاجة واحدة بس، تشوف الانترو وتجيني مرة تانية. ومساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. خليني اقول لك على معلومه ممكن تتفاجئ بيها، وهي ان 90% تقريبا من اللي بيتعلموا انجلش مش عارفين مستواهم الحقيقي في الانجليزي. طب ليه يا عم عمر؟ لثلاث اسباب رئيسيين. السبب الاول هو حاجه تبدو منطقيه جدا وتبدو هبله قوي، زي كلمه بالظبط يقول لك انا صفر في الانجليزي. يا معلم مفيش حاجه اسمها صفر، محدش صفر في الانجليزي طالما انت خريج مدارس. حضرتك لو سبت المدارس في الاعداديه فانت ستيل مش صفر في الانجليزي. السبب الثاني هو الفرق ما بين الفهم والكلام، يعني ان انت تسمع وان انت تتكلم. ممكن تبقى B2 في الليسننج بس تبقى A1 في السبيكينج، فده يحسسك طب انا انهي. وصدقني ما اقول لك، وبحكم ان احنا بيجي لنا في جيت واي انجلش كوميونتي تيستس كتير جدا، بليسمنت تيستس لناس بتطلع في ليفل قليل وبيفاجئ لانه كان من كام يوم عامل تيست مش عارف فين او عامل تيست اونلاين وطالع B2 او C1 ويفاجئ ان هو اقل من كده في السبيكينج. وده حل معظمنا احنا كمصريين، ان احنا ما تعودناش على حته السبوكن لانجويج او ان احنا نعمل براكتسنج بالسبيكينج، فبالتالي عندنا نوليدج، عندنا كلمات، عندنا جرامر، عندنا معلومات كتير قوي عن اللغه الانجليزيه، بس ما عديناش بالحته بتاعت البراكتسنج، لساننا مش متعود يتحرك. السبب الثالث وده اخطرهم هو معيار الناس اللي حواليك. انت دايما بتبص على الناس اللي حواليك، لو ليك 2 صحاب، واحد ضعيف في الانجليزي وواحد مستواه عالي في الانجليزي، انا فين؟ انا تقريبا في النص، يبقى انا متوسط في الانجليش. فبلاش تعمل الثلاث اخطاء دول، وخلينا نتكلم في الموضوع واحده. خلينا نعرف ايه اصلا الست مستويات الاساسيه. هما 6 مستويات كده محددين. المستويات دي عباره عن حاجه اسمها CEFR، وده اختصار كده. انت شايف الكلمات بتاعته كلها موجوده قدامك على الشاشه والترجمه بتاعته كمان، وهو متقسم A1 A2 B1 B2 C1 C2. A1 هو اقل شيء، C2 هو اعلى شيء. في ناس بقى جميله دلوقتي يجي في بالها، هم طب انا لو عايز ابقى D1 مثلا، او لو انا عايز اعلي على C2 هعمل؟ بص اهدى بس على نفسك كده، عشان يعني واحده خليك معايا. خلينا نتكلم على الاي 1 واللي بيسموه ترو بيجنر. ده شخص بيقدر يقول جمل بسيطه جدا في منتهى البساطه. ماي نيم از كذا، ام فروم اسم البلد، ام كذا years old. بس يعني اكتر من كده الموضوع بيبقى صعب شويه ان هو يتحرك بدايالوج او بكونفرسيشن كامله. واللي غالبا برضو هو بيقول اي ام مش ام في معظم الاوقات، لان هو بيبقى لسه ما تعرفش على الكونتراكشنز دي كلها والاختصارات، ان انت تلضم كلمتين بدل ما هم كلمتين تخليهم كلمه واحده. ايه علامات انك A1؟ بتترجم كل جمله جوه دماغك للعربي او من العربي. بتقف كتير قوي وانت بتتكلم وانت بتحاول تتكلم، وبتواجه صعوبه بالغه ان انت تكتب مثلا ايميل كامل بالانجليزي. الليفل اللي بعده على طول واللي هو A2 ده شخص هو بيعرف يتكلم عن نفسه عن يومه بشكل لطيف بشكل بسيط، ولكن ما بيواجهش فيه صعوبه كبيره زي A2 هو شخص بيعرف يتكلم عن نفسه وعن الأحداث اللي بتحصل له، وعارف الفرق بين الأزمنة، حاجة حصلت في الماضي ولا حاجة بتحصل دلوقتي ولا حاجة لسه هتحصل. حد عنده الإدراك ده، لسه بيعمل ميستيكس، لسه عنده مشكلة إن هو يعمل كونفرسيشن كبيرة، بيعرف يعمل كونفرسيشنز بسيطة، وكمان يقدم نفسه بشكل بسيط ومبسط. إيه علامات إنك A2؟ لما بتسمع حد يتكلم إنجلش سواء في فيلم أو في فيديو، بتعرف تلقط بعض الكلمات وتبقى فاهم سياق الموضوع بيتكلم عن إيه، بس أنت مش قادر تطلع جمل كاملة. المستوى اللي بعد كده واللي هو B1، وده بداية المستوى المتوسط. خلي بالك المستويات المتوسطة في اللغات بشكل عام اللي مترتبة على حسب CEFR هي 6 مستويات، فبالتالي مفيش مستوى واحد متوسط، هو مستويين في بعض B1 و B2. فاللي بدأ B1 ده هو فعلا دلوقتي يقدر يقول على نفسه متوسط، لأن هو فعلا في المرحلة المتوسطة وفي بدايتها كمان. يعني إيه بدايتها؟ يعني أنت بتعرف تتكلم عن مواضيع كتيرة جدا في حياتك، بتقدر تكتب نصوص كاملة حتى لو بأخطاء بسيطة، بتقدر تعبر عن نفسك وعن يومك، وتقدر تقدم نفسك في حاجة زي انترفيو بشكل فيه ثقة طالما الجمل مش موجودة أو بتتقال بشكل معقد قوي. بتعرف الفرق بين الأزمنة المعقدة كمان، الفرق ما بين الباست سيمبل والباست بيرفكت. وانت دلوقتي شخص عنده
قدر كويس من الفلوينسي او الطلاقه في اللغه عن اللي قبله اللي قصدي بيه A2 و A1. ان ال A1 مثلا الفلوينسي مشكله عنده ان هو لما بيجي يتكلم هو بيقف، ولما بيقف ما بيستوجدش بديل عشان يكمل بيه كلام. لكن ال B1 عنده القدره دي ان هو لو وقف بسبب ان هو مش لاقي الكلمه اللي يقدر يستخدمها دلوقتي بيسكت شويه، بعد كده يرجع يكمل كلامه تاني باستخدام كلمات اسهل على ما افتكرها. علامات بقى انك B1 لو انت مثلا بتسمع بودكاست من غير اي ترجمه، من غير اي مساعده، من غير اي سبتايتلز، بتقدر تفهم منه تقريبا 60% بدون اي وسائل مساعده. خلينا نخش بقى على اكتر ليفل الناس محتاجاه واللي هو B2. ده بقى بوابه الاحتراف بتاعتك، لان حتى يعني مثلا الكول سنترز اللي بتطلب شباب يتكلموا بالانجلش كويس ما بيطلبوش اقل من B2. وهتعرف ليه B2 ده مميز بالنسبه له. B2 هو شخص اسمه independent user هو ده معناه ان هو متعلم بشكل تلقائي، بشكل ذاتي. يعني خلاص وصل لمرحله ان هو مش محتاج كوتش، مش محتاج ترينر، مش محتاج انستراكتور او تيتشر يفضل وراه ويفضل يشرح له ويصلح له في اخطاء. هو شخص فاهم الاخطاء، فاهم ايه حتى الكومن ميستيكس، الاخطاء اللي معظم الناس بتقع فيها، عارف الصح من الغلط. غالبا بيعمل ميستيكس مش ايرورز. والفرق بين ميستيكس وايرورز في الجزء اللغوي ان ميستيك هو خطا عن حاجه سليب اوف تانج، انت عارف الصح بس انت بس اتلخبطت وانت بتقوله. ولكن الايرور انت مش عارف ايه الصح اصلا. علامات انك B2 انك بتفهم النيتيف سبيكرز من غير ما تطلب منه كتير ان هو يقعد يعيد، وفي نفس الوقت هو بيفهمك برضو من غير ما يطلب منك كتير ان انت تقعد تعيد. تقدر تكتب ايميل بشكل مريح جدا. عندك قدر كافي جدا من الفوكابيلاري اللي يخليك مفيش موضوع في الدنيا كلها تتكلم فيه وتلاقي نفسك عطلت في النص، مش لاقي حاجه تقولها او مش لاقي كلمات تعبر عن الافكار اللي موجوده عندك جوه. لانك دايما كل ما تلاقي نفسك واقف في موقف انت مش فاكر الكلمه اللي انت عايز تستخدمها دلوقتي، بتلاقي لها بديل بقوه المستوى بتاعك. خلينا نتكلم بقى عن مستوى الC1، وده اكتر مستوى اللي محتاجينه قوي 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 هم الانجليش تيتشرز او الانجليش ترينرز او الانجليش انستراكتورز. ده شخص الفلوينسي عنده وصلت لمرحله عاليه قوي، النطق عنده فلالس. عارف فلالس بتاعت مورتال كومبات زيها كده. حتى بيستخدم تعبيرات معقده جدا، بيفهم كل حاجه تقريبا طالما مش علميه او ساينتفك، وبيقدر يتكلم في مواضيع اكاديميه او تعليميه، يكتبها ويقراها. C1 اجزم لك ان مفيش مكان في العالم هيرفضك بسبب لغتك. لو حصل رفض لشغل انت بتقدم فيه وانت C1 هيكون السبب دائما وابدا بعيدا عن اللغه، لان انت خلاص انت وصلت لمرحله ان اللغه ما بقتش يطلق عليها عائق بالنسبه لك اطلاقا في اي موضوع، في اي موقف مهما كان. خلينا نخش على اعلى مستوى فيهم، وهو اقل مستوى فيهم هنتكلم عنه. يعني اقل مستوى انا هنحتاج ان احنا نتكلم عنه لان اساسا ما حدش بيوصل، لان اللي هيوصل لC2 ده هو شخص يا اما من اهل اللغه يا اما شخص بقاله تقريبا 15 سنه على الاقل بشكل متواصل بيذاكر انجليزي، وبيذاكر انجليزي اكاديمي كمان. عايز اقول لك في ناس من اهل اللغه نفسهم هم مش C2. انا شخصيا مش C2 ولا عمري احتجت ان انا ابقى C2. مين بقى اللي ممكن يحتاج C2 ده؟ عشان في ناس ممكن تقول لك انا عايز ابقى C2 كده باب للطاقه وخلاص. شخص مثلا عايز يحضر دكتوراه عشان يبقى استاذ واستاذ مساعد، لان هو هيدرس PhDs وماستر ديجريز للناس اللي بتعمل بوست جرادويت ستاديز في اللغه الانجليزيه. فلو انت النوع ده من الاشخاص ما عنديش مشكله، توكل على الله. لو انت مش من النوع ده مش محتاج حرت نهائي. طب ليه يا عمر هو صعب قوي كده؟ اولا صعب، ثانيا بيحتاج وقت طويل جدا عشان خاطر تقدر توصل له لو انت C1 عشان تروح لC2. وانا شايف انك ممكن تستغل الوقت ده في انك تتعلم حاجات اكتر بكتير تنفعك انت وتنفعك كمصادر دخل ليك. والدليل على كده ان انت شخصيا مش C2 في العربي نفسه. فيعني اهدى على نفسك خليك بس معايا للاخر. دلوقتي جينا الوقت الاختبار. هو مش اختبار صح ولا غلط، هو اختبار عملي شويه، براكتيكال سيكا. يعني هجيب لك 5 مواقف وانت كده قول لي يعني ايه اللي تقدر تعمله هنا وايه لا. الموقف الاول، حد من اهل اللغه، يعني حد ما بيعرفش يتكلم عربي من الاخر، انت ما عندكش اوبشن غير الانجليش، سالك وقال لك can you tell me about yourself. هترد تقول له ايه؟ وقف الفيديو وفكر في الاجابه لمده 30 ثانيه، وحاول في خلال ال 30 ثانيه دول تعمل اجابه كامله. هيبقى عندك هنا 3 اوبشنز. اول اوبشن، لقيت الموضوع صعب جدا ومش عارف ان انت تجيبها في 30 ثانيه، فانت غالبا من A1 ل A2. عرفت تعبر عن نفسك بجمل بسيطه وفيها بعض المستيكس، فانت غالبا A2 او B1. لو جاوبت بتلقائيه من غير ما تقف، انت وش كده B2 فما فوق. ممكن تبقى B1 كمان بس عايز شغل سيكا. الموقف الثاني، هتتفرج على بودكاست او فيديو او فيلم او حلقه من مسلسل بالانجلش من غير ترجمه اطلاقا، من غير حتى سبتايتلز، انت مش ظاهر قدامك اللي بيتقال. لو فهمت اقل من 30% فانت غالبا A1 او A2. فهمت من 30 ل 60% انت غالبا B1. 60% فما فوق فانت B2 او في اخر الB1 فما فوق. الموقف الثالث، انت مديرك اجنبي ما بيتكلمش عربي، بيتكلم انجلش بس معاك،
محتاج تكتب له ايميل بتطلب فيه اجازه بشكل مفاجئ، هتكتبه ازاي وفي خلال قد ايه؟ لو واجهت صعوبه انك تبدا اصلا في كتابه الايميل، فانت غالبا هنا ما بين الاي 1 للاي 2، بتكتب بس مش واثق، غالبا هنا انت بي 1، بتكتب بثقه وما عندكش اي مشكله خالص تكمل لحد الصبح، فانت غالبا هنا بي 2. الموقف الرابع، لما بتسمع بودكاست وخلصت الحلقه كلها، لما الحلقه بتخلص انت بتبقى فاكر ايه عن البودكاست؟ لو خرجت مش فاكر كل حاجه تقريبا ومش فاكر بس غير عنوانه، وبتقابل مشكله ان انت تفتكر العنوان باللغه، انت غالبا هنا او اكيد A1. لو بتفهم كلمات منفرده كده وسياقات متناثره، فانت غالبا هنا A2. لو بتفهم الفكره بشكل عام انت غالبا B1. ولو بتفهم التفاصيل وفاكر التفاصيل عنه انت كده غالبا هتكون B2. الموقف الخامس، حد قبل كده او انت هل قريت مثلا نكته بالانجلش وضحكتك او لا؟ لو انت مش فاهم النكته او مش فاهم الاسقاط على ايه بالظبط، انت هنا غالبا A1 او A2. فهمت بعد ثواني ومش حاسس ان في هنا روح دعابه، انت غالبا هنا B1. فهمت روح الدعابه وفهمت الفكره في ايه وضحكتك، يعني اما حبه صغيرين يا اما قوي، انت كده غالبا B2. وخليني هنا اشارك معاك حاجه، ان حتى النكت بالانجليزي ما بتبقاش مضحكه قوي، هم ناس مش دمهم خفيف زي حالتنا. ان الحقيقه النكت بتاعتنا احنا بالذات احنا كمصريين بتبقى ليها طابع، يعني مثلا عارف انا ليه ما بحبش قاعده اف؟ عشان ريحتها وحشه. طبعا هنا الناس هتختلف ما بين 3 اشخاص، في ناس هتموت ضحك، وفي ناس هتبقى بالنسبه لها ايه القرف اللي انا بسمعه ده وهيقفل الفيديو وانا معاه لو خد القرار ده، وفي ناس اللي هم غالبا مش مصريين هيبقوا برضه مش فاهمين انت قصدك ايه. ده اللي انا اقصده بالظبط، الحاله اللي انت فيها دي. كمل معايا. طب انا عمر بناء على التست الغريب اللي انت عملته دلوقتي انا عرفت انا فين، انا A1 غالبا او A2 او B1 او B2 او C1 مثلا. فبلاش نتكلم على C1 لان ده غالبا خلاص شخص مش محتاج مساعده، فاحنا الفوكس بتاعنا النهارده هيبقى على 4 مستويات A1 A2 B1 B2. طب انا لو A1 او A2 اعمل ايه؟ لان الليفلين او المستويين هيتبعوا نفس الفكره بالظبط. مهمتك الوحيده دلوقتي يا بطل ان انت تزود النولج بتاعتك، تزود المعرفه بتاعتك من كلمات، من جرامر، من تعبيرات، من طريقه نطق. انت محتاج تضيف اكتر ما انت تعمل براكتسنج. هتستخدم مصادر زي BBC Learning اتكلمت عنها قبل كده، او حاجه زي انكفيد، او اي كونتنت مهما كان انت بتحبه يكون بالانجلش، تاخد منه كلمات بالنطق بتاعها وتحاول انك تفهمها بالانجلش، وتكتب او تعمل قاموسك انت الشخصي تكتب فيه كلمات الجديده عليك، وتكتب فيها شرحك او طريقتك انت في شرح الكلمه بالانجلش مش بالعربي. اعمل كده كتير واسمع انجلش كتير جدا لفتره طويله من الزمن لحد ما تحس نفسك خلاص انا ما بقتش قد المستوى ده، انا حاسس ان انا عليت اكتر من كده. ساعتها انتقل للمرحله الثانيه واللي هي B1. الناس اللي بتبقى في B1 هو بيبقوا في مكان خطر شويه، ودول اكتر ناس بيبطلوا يتعلموا، لان هو خلاص بيبقى حاسس ان انا اتحطيت في مواقف وعارف اتصرف فيها، خلاص ده انا مش محتاج انجلش تاني، فبينسى بقى وبيبطل يبراكتس ويبطل يعمل كل حاجه، فيفاجئ بعد سنه او سنتين ان هو رجع لنقطه الصفر وما ثبتش حتى مكانه. لو انت بقى صاحبي B1 فانت مهمتك يعني ليها اجزاء كده بس هلخصها لك في كام جمله. انت محتاج يبقى دايما المحتوى بتاعك نيتيف، يعني المحتوى اللي انت بتسمعه سواء كان فيلم، فيديوز، مهما كان المحتوى المرئي او المسموع، لازم يبقى طالع من اهل اللغه او طالع من نيتيفز. تسمع كتير جدا وتقلد طريقه النطق بتاعه. تتعلم بقى الادفانسد جرامر، لان فكره الجرامر مش ان هو معقد، هو بيسهل لك طرق انك تقول تعبر عن نفسك بالانجلش. خلينا اديك تيست هنا تقدر تعمله، اديك تيست وقول لي اجابته في الكومنت. لو انا عايزك تقول انا ان شاء الله سنه 2030 هبقى اشتريت عربيه، عبرها لي كده بطريقتك انت في الانجليش. وقف الفيديو دلوقتي عشان انا هكتب دلوقتي افضل طريقه تقدر تعبر بيها عنها واسم الجرامر كمان. By 2030 I will have bought a car. By 2030 I will have bought a car. ده زمان اسمه future perfect. فلو انت جاوبت صح في الكومنتس ف good job. لو انت ما جاوبتش صح ف جود جوب على المحاولة أصلا. فزي ما انت شايف يعني هو فكرة الجرامر ان هو بيسهل لك تعبير الجمل عن نفسك، لان انت غير لو انت ما كنتش تعرف الفيوتشر بيرفكت ده انت ممكن تقول when 2030 comes I will have a car because I bought it مش عارف ايه. لا، هتلاقي نفسك دخلت في تفاصيل كتيرة. الادفانسد جرامر هيسهلها عليك خاصة لو انت في B1 مش قبل كده. B2 بقى انت راجل دلوقتي برنس، انت راجل على باب الاحتراف، انت راجل مفيش بنك في العالم كله هيرفضك بسبب الانجليش لو انت عايز تشتغل في بنوك مثلا، وكل الكول سنترز انت بالنسبه لهم لقيه. مهمتك حاجه واحده بس يا صاحبي، سبيك. والله كل اللي انت محتاج تعمله انت بس تتكلم كتير قوي. عايزك تبقى رغاي لدرجه انك لو ما لقيتش حد تتكلم معاه اتكلم مع نفسك في المرايه مثلا، سجل لنفسك فويس نوتس واسمعها، وتحاول ان انت تبراكتس ان انت يبقى عندك اكسنت. لان الفرق بينك وبين C1 هو انت خلاص انت مش محتاج جرامر في الوقت ده، مش محتاج تصلح غالبا من السكس كتيره، كل اللي ناقصك بس فوكابيلاري معقده زياده، ده اللي هيوديك بس ل C1 مش اكتر. فكل اللي انت محتاجه في الوقت الحالي براكتسنج اكتر عشان تحافظ وتخلي الفلوينسي بتاعتك في افضل
صورها. انما بقى انت لو C1 انت جامد قوي، انا ما عنديش اي حاجه اقولها لك بصراحه، بس حافظ بس على اللي انت فيه مش اكتر. عايزك بقى تسيب لي كومنت وتقول لي انت بناء على اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله شايف نفسك مستواك ايه دلوقتي، وايه المستوى اللي انت عايز تروح له وفي خلال قد ايه. وبالمناسبه انا بشوف كل الكومنتس، يعني ممكن ترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت عشان اثبت لك يعني. وعايزك تعرف حاجه مهمه قوي، مهما كان مستواك في الوقت الحالي، حتى لو انت لسه مش فاهم احنا بنتكلم عن ايه في الفيديو ده، فده فاين، ما فيهوش مشكله. مش مهم انت بدات امتى وحاسس انك ضيعت وقت وبدات تتعدل من دلوقتي، المهم انك بدات، المهم انك بتحاول، لان ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك النتيجه، هو كتب عليك السعي. المهم انك تحاول. وخليني افكرك باستاذ هشام. استاذ هشام ده واحد من اصدقائي اللي انا بقيت اعتبرهم اصدقائي، وعنده دلوقتي تقريبا حوالي 58 او 59 سنه، لاني عرفته وهو عايز ياخد كورس وهو عنده 52 سنه. مش متخيل ايه لو انت قاعد بتتفرج على الفيديو انت عندك حاجه و20 سنه، مش عارف ايه اللي يفرقك بينك او ايه اللي يخليك ما تتعلمش زي استاذ هشام. فايتس نيفر تو ليت، ويا رب اكون قدرت افيدك النهارده او ابسطك شويه. وثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفك ان شاء الله الفيديو